بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرفاء وعلى كل من الذي لآثارهم اقتفى إلى يوم الملتقى. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أترحم لأرواح الشهداء الأبرار الذين استشهدوا في سبيل الله وقدموا أنفسهم وأموالهم لنصرة الحق والرحمن ولرد الطغيان والعدوان، راجيا من مولى عز وجل أن يتقبل شهداءهم بفضله الواسع وكرمه الشاسع. وأقرأ معكم سورة الفاتحة لأرواحهم الطيبة لهؤلاء الأخيار الأبرار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. ويا خير الناصرين انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها ويا أرحم الراحمين. ثانيا أحيي إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ورؤساء الأحزاب السياسية وأشقائنا الأتراك الذين لعبوا دورة الأنصار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في إيوائهم إخوانهم الأيغوريين المهجرين المضطهدين، وقدموا لنا ولغيرنا كل ما تيسروا منه ولو كانوا بهم خصاصة. ثالثا ألتجئ إلى كل المنظمات الدولية المعنية لحقوق البشرية كافة ملتمسا عون الله بعد التجائنا إياه سبحانه، مستبصرا أن تلك المنظمات الدولية المعنية لحقوق البشرية قائلا: أين المخرج من هذا المأزق وويلات الحروب وعدوان القوي على الضعيف وسفك الدماء وإفساد في الأرض وانتهاكات الحرمات واعتداءات حقوق الآخرين وغيرها من الجرائم المتوحشة، مثلها في هذه كمثل الغابات التي تسيطر عليها الوحوش الأقوياء على الضعفاء، معتمدين على قوة سلاحهم من الأنياب والمخالب، كما نشاهد الصور المتلفزة في عالم الحيوانات. هل خالق الكون خلق الإنسان على هذا الكوكب الصغير لكي ندمر أرضنا هذا بدلا من أن نعمره، ونسفك دماءنا بدلا من أن نحميه، ونهلك هرسنا ونسلنا بدلا من أن نحفظ؟ إلى متى تستمر هذه الانتهاكات؟ وإلى أين؟ وإلى متى لا يجد الإنسان رشده؟ وإلى أين؟ وإلى متى نورث هذا الأحقاد والكراهية لجيل بعد الجيل؟ وإلى أين؟ وإلى متى لا ندفن بذور الفتن والفساد؟ وإلى أين؟ ألا نستجيب إلى نداء الخالق سبحانه وتعالى: هو خالقنا وخالقكم وربنا وربكم وإلهنا وإلهكم، الذي خلقنا من أب واحد وأم واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال فيها أعز القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. هيا بنا يا أهل الكتاب السماوي، تعالوا إلى نداء الخالق الحكيم
ونستمع إلى ما أنزل الله من الآيات القرآنية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآية. تعالوا نتعاون فيما بيننا ونتساند ونتعاضد ونتحالف، ولا نترك المجال للملحدين الذين ينكرون وجود الخالق ويهينون أنفسهم بأنفسهم باختيار انتمائهم إلى سلالة القردة والخنازير، أعاذنا الله منهم. تعالوا يا أهل الأديان السماوية الذين لم يفقدوا شعورهم الإنسانية تجاه الإنسانية، آن الأوان لنوحد صفوفنا ونقوي شوكتنا ونغلب عقولنا على نفوسنا ونقرب قلوبنا على المحبة والسلام والوئام واحترام حقوق الآخرين. نبني ولا نهدم، نعمر ولا ندمر، نعمر ولا ندمر، نصلح ولا نفسد. كفى لنا إنذار وتخويف من الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي أرسل الوباء المتفشي على مستوى العالم وحصد الملايين من الأرواح وترك العالم على شلل تام أيا كان مصدره على اختلاف الآراء فيه. هذا نتيجة ما صنعه الإنسان إلى نوعه من الإنسان. تعالوا يا أهل الأديان السماوية من المسلمين والمسيحيين واليهود نقاوم جنبا مع جنب على الظلم والطغيان والعبودية في أيامنا هذه التي لم تحدث مثيله حتى في القرون الوسطى. وهذه المقاومة تتطلب الرجال والشجاعة وروح الإيثار والتضحية والمواقف الراسخة التي تحلى بها رجال قوادهم محمد وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2021 4 مارس يوم الجمعة أمام القنصلية الصينية في اسطنبول.